مباريات الجولة 10. أبو أحمد، أنت شايف الزحام الترتيب؟ أيوة طبعا حاجة جميلة. هذه الإثارة اللي في مقدمة الدوري ما بين النصر والهلال والأهلي والقادسية أيضا، هذه حاجة جدا ممتازة للدوري، ممتازة للتنافسية، للمستويات، للمتابعة، للحضور الجماهيري، يعني حاجة مميزة للغاية. بس في تراجع في الحضور الجماهيري شوف يعني في الجولات الأخيرة. في نقطة، المباريات كلها تلعب في وقت واحد، كل الساعة 10، فطبيعي أنا لما أفضل زي أمس أقول أجلس أنا في التلفزيون وأتفرج كل المباريات، أنا ماني مثلا لاني اتحادي ولا اني هلالي، أقعد أتفرج هذه ومباراتي كمان أشوفها قدامي وكذا يصير الوضع. أنا كنت أتمنى يعني مباراة ممكن تبدأ قبل 10 شوية، مباراة تبدأ 11، يعني شوية لعب في الوقت حسب المناطق فيصير ممكن المتابعة أكثر. جميل. الجولة 10 راح تنطلق غدا، اللي هي الجولة المؤجلة من ديسمبر الماضي. 4 مواجهات في أول أيام الجولة، لأول مرة فيها النسخة من دوري روشن. ضمك مع الأهلي، القادسية مع الاتفاق، الشباب مع الرياض، والفتح يستضيف الأخدود. ثاني أيام الجولة التعاون مع الهلال، الحزم يستضيف الاتحاد، والخليج أمام الخلود. تختتم الجولة الأربعاء بمواجهتين، النجمة مع النصر، والفيحاء مع نيوم. قبل نخوض في ما هو قادم، خلينا نشوف الجولة الماضية اللي صار فيها تقلب وتبدل المراكز، كيف كانت أرقامها. متغيرات عدة أشعلت سخونة المنافسة أكثر. استعاد النصر صدارة دوري روشن بعد غياب دام 10 جولات، مستفيدا من فوزه على ضيف الحزم برباعية نظيفة، وتعادل الهلال المتصدر السابق مع الاتحاد ب1-1. شهدت مواجهة الهلال مع ضيف الاتحاد أعلى وقت لعب فعلي في النسخة الحالية حتى الآن ب61 دقيقة و57 ثانية. شدد الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي قبضته على الصدارة بتسجيله هاتريك رفع به رصيده إلى 23 هدف، رغم إهدار أول ركلة جزاء له في الدوري بعد سلسلة تاريخية من 17 ركلة ناجحة. شهدت الجولة محطة انطلاقة مثالية لمدرب نور الدين بالذكري مع الشباب بفوز ثمين على فريق السابق ضمك ب3-1 في أبها. شهدت الجولة فوز 4 أندية بنتيجة ال4، حيث فاز النصر على ضيف الحزم برباعية نظيفة، والأهلي تجاوز النجمة ب4-1، وحقق القادسية انتصار على الأخدود ب4-2، والاتفاق هزم